النظام الإيراني بينهار تماما من الداخل، والفيران بدأت تهرب رسميا من السفينة الغارقة. مع استمرار القصف الأمريكي المدمر، تقارير المخابرات بتكشف أن أكثر العائلات النخبوية والقيادية في الجمهورية الإسلامية بيجهزوا شنطهم وبيهربوا من البلد لبيوت آمنة في عمان وتركيا، مرعوبين أنه الشعب كله على وشك يثور. النظام المدهور لسه قاطع الإنترنت عن البلد كلها، وبدأ حملة قمع وحشية ضد الجنود اللي بينشقوا عنه، بس محاولتهم اليائسة لإخفاء الحقيقة بتفشل بشكل كبير. تقارير من عمان بتقول إنه عائلات النخبة في الجمهورية الإسلامية بينقلوا نفسهم مع تزايد الأزمة. في رسالة بتتداول من إيراني في مسقط عمان اللي هي عاصمة عمان. الرسالة دي بتدعي إن عائلات كبار المسؤولين في النظام زي علي لاريجاني، عباس أرجكشي وغلام حسين محسني مقيمين دلوقتي في فندقين كبار في المدينة. الرسالة كمان بتقول إنه ناس تانية قدروا يخرجوا من إيران عن طريق الحدود البرية لتركيا، وتم نقلهم لبيوت آمنة مرتبطة بالسفارة الإيرانية في مسقط. حسب الرسالة، المولات في مسقط دلوقتي مليانة برجال وستات إيرانيين شكلهم من رجال الدين، وبيعتقد إنهم عائلات مرتبطة بمسؤولين في النظام. وبيزعم كمان إنه عائلة قائد الشرطة أحمد ريغا وصلت عمان عن طريق تركيا. الرسالة بتدعي كمان إنه الشخصيات اللي ليها علاقة بشبكات مالية مرتبطة بالنظام زي عائلة شمخاني عندهم مكاتب في عمان من زمان، وبيقولوا إنه ابن عم علي شمخاني هو اللي بيشرف عليها. وبعدين الرسالة الأصلية فيها إحداثيات وموقع الفندق اللي المسؤولين الإيرانيين دول مقيمين فيه. دلوقتي اختيار عمان بقى مفهوم. قبل الحرب دي النخبة الإيرانية كانت بتروح قطر، بس إيران ضغطت على قطر جامد جدا في ردها. ده معناه أن عمان من الدول القليلة اللي الإيرانيين لسه بيعتبروها صديقة، لأنهم ما ضغطوش عليهم بنفس القوة. دلوقتي وزير الخارجية العماني كان ليه دور كبير فعلا في المفاوضات قبل الحرب. الصداقة دي على ما أظن لسه مستمرة على الأقل في الوقت الحالي. يمكن عمان بتفكر إنه لو العائلات الإيرانية موجودة هنا إيران مش هتهاجمنا تاني، وده ممكن يكون صحيح، بس صواريخ النظام فعليا بتقول حاجة تانية. بص على الأماكن اللي إيران ضربت فيها صواريخها وطائراتها المسيرة من أول الحرب. الإمارات لوحدها حوالي 1800 ضربة، يعني نص الهجمات من إيران. الكويت هي الثانية في العدد حوالي 600. بعد كده عندنا البحرين، السعودية وقطر، وبعدين عندنا عمان اللي فعلا أصغر دولة اتضربت لحد دلوقتي، بس 16 أصغر دولة. لكن الموضوع صادم نظرا لصداقة قطر مع القيادة الإيرانية. وبعدين إسرائيل، الدولة اللي فعلا بتحارب إيران، والدولة دي واجهت بس 400 طيارة مسيرة وصاروخ، ده حوالي 10%. وده كمان معناه إن إسرائيل فعلا واجهت صواريخ أقل من الإمارات وقطر. ده جنان فعلا. الدولتين دول بيتضربوا بدون سبب، وده بيوضح استراتيجية إيران اللي عايزة تولع المنطقة كلها. نأمل إنه الألم يوقف الحرب والنظام ينجو منها، لكن العائلات الكبيرة فعلا بتحضر خطط بديلة، وكمان رجال الدين بيهربوا. ظهر فيديو في مطار تورونتو الدولي لرجل دين شيعي وأسرته وهم بيوصلوا كندا، وبعدها تصور وهو بيشارك في مسيرة يوم القدس هناك. في الفيديو ده هو أكد إنه من إيران. لما رجال الدين يسيبوا البلد تعرف إن في مشكلة، وتخيل كده حتى النظام الإسلامي نفسه عارف كده، عشان كده دلوقتي بيشدد القمع بشكل أكتر حتى من اللي عملوه في أول أسبوعين من الحرب دي. دلوقتي هم بيرفعوا مستوى القمع. هل ده معناه إن في تغيير نظام جاي؟ بصراحة إحنا مش عارفين المستقبل، بس زي ما سمعتوا ترامب قال إن تغيير النظام مش هدف رسمي لأمريكا، حتى لو ناس كتير فاكرين العكس. في الحقيقة لو بصينا على بولي ماركت اللي هو سوق توقعات، هو دلوقتي بيبين إن احتمال سقوط النظام في إيران قبل نهاية الشهر ده هو 4% بس. المفاجأة إن الرقم ده فعلا قل مع تقدم العملية دي، وده معناه إن الناس فعلا مصدقة اللي الإدارة بتقوله. وفوق كده تغيير النظام مش باين عليه إنه هيحصل، على الأقل في الوقت الحالي. أنا بحب أبص على بولي ماركت عشان أشوف توقعات المستقبل، لأنه أكبر سوق توقعات في العالم، والمتداولين هناك بيحطوا فلوسهم حسب توقعاتهم للأحداث. الاحتمالات اللي انت شايفها مش توقعات خبراء بس، دي قناعة مبنية على معلومات ومتسعرة في الوقت الحقيقي. سياسة، اقتصاد، جيوسياسة، رياضة، ثقافة. لو العالم بيتكلم عن موضوع غالبا هيكون ليه سوق. المتداولين يقدروا يشتروا مركز نعم أو لا حسب اعتقادهم. بولي ماركت سأل: هل إيران وأمريكا هيتفقوا على وقف إطلاق النار في 2026؟
والاحتمال 38%. حد متابع الوضع شايف إن النسبة دي قليلة قوي يقدر يحط $1000 على نعم بسعر 38 سنت للسهم. لو حصل وقف إطلاق نار $1000 بتاعته هتبقى $2631. ده أكتر من $1600 مكسب لمجرد إنه قرأ الوضع الجيوسياسي صح. وتخيل مش لازم تستنى وقف إطلاق النار كمان، لو في أي تقدم اتعلن النسبة بتزيد من 36 ل 62%. ساعتها تقدر تبيع مركزك وتحقق أكتر من $600 أرباح. عشان كده لو أنت من الناس اللي بتحب تتفرج على فيديوهاتنا لازم فعلا تروح تشوف بولي ماركت عن طريق اللينك في الوصف، أو تدخل على بولي موتن ماركت بليش بيسكس، أو تعمل سكان للكيو آر كود اللي ظاهر قدامك على الشاشة. تعالوا نشوف الحملة الجديدة اللي النظام عملها، والجراف ده بيوضح الاتصال بالإنترنت في إيران. ممكن تلاحظ من الجراف إنه مع بداية الحرب حصل انخفاض كبير، بس ما كانش زي اللي حصل في يناير. بس دلوقتي التعتيم ده تقريبا زي اللي حصل في يناير لما قتلوا 30,000 واحد. ده بيقول لنا كتير، لا معناه إن النظام شايف إن الموضوع بقى وجودي وهم بينفذوا نفس الإجراءات اللي طبقوها في يناير. القمع مش بس ضد المدنيين، كمان ضد قواتهم نفسهم. في مؤشرات جدية لأزمة داخلية جوا قوات أمن الجمهورية الإسلامية. تقارير بتقول إنه الهروب من الخدمة، الإعدامات وقلة الثقة منتشرين جوا هيكل سلطة النظام. التقارير بتقول إنه أعضاء من قوات النظام اللي بعدوا عن النظام بيتعاقبوا، وده بيزود التساؤلات حوالين الولاء جوا المؤسسات العسكرية والأمنية للجمهورية الإسلامية. التقارير عن العقوبات وحتى الإعدامات للمنشقين لفتت الانتباه من جديد للحالة الداخلية لهيكل السلطة بتاع النظام. المحللين شايفين إن ده ممكن يعكس قلق متزايد من تراجع ولاء القوات اللي المفروض تحمي النظام. في آخر الأسبوع اللي فات أظن الجمعة اتكلمنا عن انشقاق دبلوماسيين من أوروبا وأستراليا وراحوا للجانب الثاني. ده حصل بعد ما الولايات المتحدة وجهت نداء علني في الأساس بتدعو فيه الدبلوماسيين للانشقاق عن النظام والانضمام للولايات المتحدة علشان يساعدوا في إسقاط النظام، رغم أنه الهدف الرسمي مش تغيير النظام. النداء اتوجه والدبلوماسيين الاثنين استجابوا فعلا. وأنا بأظن، وده مجرد رأي شخصي، أن الانشقاق ده غالبا خلى المسؤولين في النظام يقلقوا شوية، وعشان كده هم بيشددوا القمع أكتر دلوقتي. يلا نرجع للتقرير. التقارير بتأكد أنه أعلى نسب الانشقاقات في محافظات زي أصفهان وتبريز، والمشكلة مش بس في الرتب الصغيرة، في حالات بتظهر على مستويات مختلفة في هيكل الأمن. التقارير الميدانية بتوصف انهيار في التواصل والتنسيق مع زيادة الارتباك وعدم التنظيم جوا الوحدات. كتير بحسوا أنه وقود للمدافع ودروع بشرية، بينما القادة الكبار بيهربوا أو بيحموا نفسهم. الضيق الاقتصادي الشديد وسط الجنود وأفراد الأمن كمان بيزود الاستياء. كتير منهم بقالهم شهور من غير مرتبات أو مميزات. درجة الاختراق والانقسام الداخلي جوا قوات الأمن وصفت إنها واسعة جدا، لدرجة إن المؤسسات دي بتمر باضطرابات داخلية عميقة. عدم الثقة والشك جوا الأجهزة الأمنية للنظام بيتقال إنهم وصلوا لأعلى مستوياتهم لحد دلوقتي. مصدر أمني قال إنه كتير من أفراد الحرس الثوري الإيراني هربوا أو حاولوا يهربوا. بدأوا فعلا يدوروا على الأعضاء المفقودين، وبعض عائلات الهاربين اتحطوا تحت الإقامة الجبرية. في مصدر حذر إن لما الأزمة دي تهدى ناس كتير هيتفاجئوا قد إيه جهاز القمع بتاع النظام بقى ضعيف. الكلام ده فعلا يدي إحساس إن النظام الإسلامي فيه فوضى، وممكن يكون كده. بس عايز أوضح هنا إن لازم ناخد كل تقرير خارج من إيران بحذر، لأن مش بس النظام الإسلامي هو اللي بيعمل حرب معلومات، الطرف التاني كمان بيعمل كده. وده مش معناه إن الحكومة الأمريكية هي اللي بتنشر المعلومات دي، بس في ناس كتير عندهم دوافع يوقعوا النظام، وأحيانا بينشروا معلومات مش كلها صحيحة. وكمان مع تجديد الحظر على الإنترنت جوا إيران هنشوف الحاجات دي بتزيد أكتر وأكتر، لأنه بيبقى صعب جدا تأكد أو تتحقق من المعلومات لما مش قادر تتواصل مع الناس جوا إيران، ولما مش قادر تأكد أي حاجة طلعة من إيران. ولما المعلومات من إيران بتكون قليلة وده بسبب قطع الإنترنت، هدفهم يمنعوا وصول المعلومات للعالم. ودلوقتي رغم كل ده دايما هنعمل أقصى ما في وسعنا إننا نستبعد أي معلومة إحنا شايفين إنها غلط تماما، ولو قدمنا أي معلومة مش قادرين نتحقق منها هنتأكد إننا نقول لكم كده. وطبعا زي دايما يا ريت تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك تحت، لأن زي ما انتم عارفين كجزء من حرب المعلومات اللي شغالة دلوقتي
في بوتات إيرانية بتلف على يوتيوب والسوشيال ميديا وبتعمل ديسلايك على البوستات والفيديوهات اللي مش عايزين الناس تشوفها. اللايكات والاشتراكات هنا ليها دور كبير، وده الوقت اللي عايز أركز فيه على مضيق هرمز. اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن إن في تحالف دولي بيتكون علشان يرافق الناقلات وهي بتعدي المضيق ده. الرئيس ترامب قال تعليقات عن الموضوع ده، اسمعوا. هيبدأوا فورا بس هياخد شوية وقت لحد ما يوصل. في دول عندها كاسحات ألغام وده كويس. بعض الدول عندها نوع معين من القوارب اللي ممكن تساعدنا. بعض الدول حتكون خليك فاكر إنه كل اللي محتاجينه شخصين بس عشان يبوظوا المضيق، شوية إرهابيين، مش لازم جيشهم يكون مهزوم، بس كل اللي محتاجينه شوية ناس يرموا ألغام هنا وهناك، يعني يبهدلوا الدنيا. فإحنا محتاجين بجد. أنا بطالب إن الدول دي تدخل وتحمي أراضيها بنفسها لأنها أراضيهم. ده المكان اللي بياخدوا منه طاقتهم وهم لازم يجوا ويساعدونا نحميها. ممكن تقول إن يمكن ما كانش المفروض نبقى هناك أصلا لأننا مش محتاجينه. إحنا عندنا بترول كتير، إحنا كنا أكبر منتج في العالم كله وبفرق كبير كمان، الضعف على أقل، ودلوقتي الرقم أعلى بكتير. دلوقتي المملكة المتحدة ممكن تنضم للتحالف قريب، مع ان بريطانيا في الاول قالت مش هتشارك في الحرب، وبعدين قاعدتهم اتهاجمت وقالوا طيب ممكن نسمح لامريكا تستخدم القواعد بتاعتنا لاغراض دفاعية بس، ومش هنسمح باي هجمات تخرج من قواعدنا. ودلوقتي بين انهم ممكن ينضموا للتحالف، لان زي ما امريكا عندها حلفاء في الخليج، بريطانيا كمان عندها نفس الحلفاء اللي عند أمريكا. وفوق كده الحلفاء بيتعرضوا لهجوم من إيران بدون سبب، ودلوقتي بينادوا على أمريكا وبريطانيا. امبارح بريطانيا أصدرت بيان مع دول الخليج بيستنكروا الهجمات الإيرانية وبيطلبوا بإجراء جماعي في المضيق. كتير شايفين إن ده أول خطوة نحو تشكيل تحالف. وبريطانيا عندها قدرات كبيرة، منها مسيرات مائية أو روبوتات مائية، مش متأكد تسميهم إيه، يمكن سفن مائية، اللي بتقدر تساعد في إزالة الألغام. شوف بنفسك. الولايات المتحدة طلبت من حلفائها مساعدتها في إزالة ألغام مضيق هرمز للحفاظ على أمانه. بصراحة البريطانيين عندهم بعض القدرات في الموضوع ده. بريطانيا بتطور قدرة روبوتية لمواجهة الطيارات بدون طيار. النظام ده معروف باسم نظام السويب. عندنا سفينة اسمها أريادن، ودي عبارة عن قارب صغير روبوتي وبيقدر يتواصل مع عناصر روبوتية تانية. عندنا نظام ألغام متطور لإزالة وزرع الألغام ونقدر نستخدمه، لكن البحرية الملكية مش هتستخدمه غير في 2025. احنا مش متأكدين هو كويس قد إيه، بس ممكن يتنشر. المشكلة إن نشر النظام ده مرتبط بالخطة الحربية الأمريكية. هيحصل جدل كبير لو عملنا أكتر من الدفاع عن ممتلكاتنا ومصالحنا في الخليج وحاولنا نتعايش مع تبعات الحرب. المشاركة في إزالة الألغام بالخليج ممكن تتشاف دعم للأمريكان في الحرب، وده هيعمل جدل سياسي كبير في بريطانيا. الوضع مع فرنسا أعقد، عندهم حاملة طائرات في شرق المتوسط، وأعلنت مؤخرا إنها مش هتغير اتجاهها أو تروح ناحية المضيق. الإعلان ده اتعمل مخصوص عشان كان في حسابات كتير على تويتر بتنشر معلومات غلط وبتقول إن فرنسا التزمت تبعت عدد كبير من السفن الحربية للمضيق، وعشان كده الحساب الفرنسي عمل الإعلان ده عشان يوضح الموقف. بس ده مش معناه بالضرورة إن فرنسا قالت إنها مش هتنضم للتحالف. ده معناه إن كان عندهم فعلا حاملة طائرات ولسه مفيش أوامر تغير مهمتها وهتفضل في شرق البحر المتوسط. بس النهاردة يعني وانت بتتفرجوا على الفيديو ده يوم الاثنين، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فعلا مجتمعين عشان يناقشوا موضوع التحالف ده، فمفروض يكون عندنا معلومات أكتر أول ما الاجتماع ده يخلص. فأكيد هاخد الموضوع ده في فيديو جاي. وفوق كل ده امبارح بالليل ترامب بنفسه طلب من الناتو التدخل عشان الوضع في المضيق فعلا بيتصاعد. اسمعوا كده. هم بيعملوا المطلوب واعتقد حيكونوا جاهزين في وقت ما، بس احنا ماشيين كويس جدا بالنسبة للوضع كله في إيران. احنا بنتكلم مع دول تانية عشان يشتغلوا معانا في تأمين المضيق. اعتقد انه بنلاقي استجابة كويسة، ولو حصل او ما حصلش كله كويس. بس افتكر كمثال في حالات كتير دول الناتو احنا دايما واقفين جنب الناتو. احنا بنساعدهم في اوكرانيا في محيط بينها وبينهم، لما يثش علينا احنا ساعدناهم.
هيكون مثير للاهتمام. نشوف ايه الدولة اللي مش هتساعدنا في مهمة بسيطة جدا اللي هي بس الحفاظ على المضيق مفتوح. وبالمقارنة هي صغيرة لأن إيران عندها قوة نارية قليلة جدا. ممكن تكون مش متوقع، بس أوكرانيا بتساعد أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط، خصوصا في موضوع الطيارات المسيرة. أوكرانيا بقالها 4 سنين بتحارب الطيارات المسيرة الروسية اللي أصلا إيرانية، وإيران ساعدت روسيا في تصنيعها. عارف إيه؟ بعد 4 سنين من قتال أوكرانيا للطيارات الروسية الإيرانية، اكتسبوا خبرة وتكنولوجيا يعترضوها بتكلفة قليلة جدا. أوضح لك قصدي. الطيارات المسيرة عندي بتكلف من 30 ل 50 ألف دولار حسب التكنولوجيا. في إمكانيات قليلة وفي إمكانيات عالية. أوكرانيا صنعت طيارات اعتراضية بتكلف أقل من 10,000 دولار. ده معناه أن أوكرانيا ممكن تطلع الطيارات دي وتكسب ماديا حتى من غير حساب ضرر طيارة شاهد، وده فعلا جنون. واحدة من الطيارات الاعتراضية اللي أوكرانيا بتستخدمها اسمها وايلد هورنز، وهي فعلا مجنونة. شوف بنفسك. فده هو ازاي توقف طيارة إيرانية. دي طيارة الاعتراض الأوكرانية الصنع اسمها ستينج، وبتطير بسرعة أكتر من 300 كيلومتر في الساعة. دي بالظبط نفس طيارة الاعتراض اللي البنتاغون وأمريكا وحلفائها في الخليج بيتسابوا عشان يشتروها، لأن طيارات شاهد الإيرانية ضربت قواعد عسكرية أمريكية ومراكز مدنية وناقلات نفط في الشرق الأوسط خلال الأسابيع اللي فاتت. هنا تقدر تشوف طيارات الاعتراض بتشتغل. هي بتطير زي أي درون وبتقدر تفضل ثابتة في الهواء. أول ما الطيار يشوف الهدف اللي هيعترضه يقدر يوصل لسرعة 300 كيلومتر في الساعة لما يميل لقدام في الهواء. واحد من الأسباب الرئيسية اللي بتخلي أمريكا وحلفائها في الخليج عايزين الدرونز المعترضة دي إن الأوكرانيين أتقنوا فن تصنيعها بتكلفة قليلة جدا. الدرون دي بتكلف حوالي 2000 دولار تصنيع، وده مقارنة بصواريخ الاعتراض اللي بتكلف 4 مليون دولار، واللي أمريكا وحلفائها في الخليج بيعتمدوا عليها عشان يوقعوا الدرونز الإيرانية الأرخص. تشغيل الدرونز محتاج طيارين خبرة قتالية عالية ومتمرسين. دول ممكن يكونوا من الناس اللي أمريكا وحلفائها بيستعينوا بيهم عشان يدافعوا عن قواعدهم العسكرية. لكن لحد ما الحكومة الأوكرانية تغير السياسة الرسمية وتسمح بتصدير الدرونز دي وإرسال الطيارين بتوعها، الأوكرانيين دول هيفضلوا هنا بيدافعوا عن أوكرانيا من هجمات الدرونز الروسية. تخيل، أوكرانيا بعتت خبراء للشرق الأوسط يتعاونوا مع الجيش الأمريكي ودول الخليج وإسرائيل، وإيران غاضبة جدا. السياسيين الإيرانيين دلوقتي بيهددوا أوكرانيا علنا وبيقولوا إنها هدف مشروع عشان بتساعد إسرائيل. فعلا الموضوع فيه مفارقة غريبة. إيران كانت بتبيع صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا طول الوقت ده، وكمان بعتت إيرانيين يساعدوا في بناء مصنع شاهد. ده معناه بمنطق الإيرانيين إن إيران بقت هدف مشروع لأوكرانيا طول الوقت ده. أظن الإيرانيين مش بيحبوا يدوقوا من نفس الكاس اللي بيدوه لغيرهم. ودلوقتي الجزء الأكثر صدمة، لو بصيت لخبراء أوكرانيا اللي بعتوهم للشرق الأوسط السنة دي بس، هتلاقي أوكرانيا ساعدت أمريكا عسكريا أكتر مما أمريكا ساعدتها. اسمع، أوكرانيا دلوقتي قدمت مساعدات عسكرية لأمريكا السنة دي أكتر من اللي أمريكا قدمته لأوكرانيا. زيلينسكي قال لنيويورك تايمز إن أمريكا طلبت مساعدة ضد الطيارات بدون طيار الخميس اللي فات. تاني يوم على طول بعت طيارات اعتراضية وفريق من خبراء الطيارات بدون طيار عشان يساعدوا في حماية القواعد الأمريكية في الأردن. ودلوقتي التايمز كمان كشفت عن مصدر في الحكومة الأوكرانية قالهم إن واشنطن على مدار الحرب كلها أدت 600 صاروخ باتريوت بس. ودلوقتي هم على ما يبدو، وطبعا في ضباب الحرب وكل الكلام ده احنا مش متأكدين 100%، بس واضح انهم استخدموا اكثر من 800 صاروخ باتريوت اعتراضي في بس اخر كام يوم في الشرق الاوسط. وده لو صح بيوضح قد ايه التبرعات دي كانت قليلة جدا في الفترة دي رغم انها كانت ضرورية.